أن ابن تيمية سلام الله عليه الذي يراه في هذا الكلام يقول أن هؤلاء المنافقين لا لا، ما عندما اسمح لك تقول عمر منافق. ابو عائشه، ابن تيميه يقول فشك عمر فيرجع الشك على عمر. ما اسمح لك تقول على عمر منافق، الله يخليك. لا لا لا، عمر وين قال؟ لا لا هو لا، هذا ما نفس قال النص، شيء. هو نفس النص. طلع ابو لا، ذر ما نفسه. ما قريته. وين؟ هذا فقال عمر فشك عمر، اذا الشك هو عمر اللي شاك، فلا. فشك عمر. نعم، أبو عائشة يكفر لا عمر يا يجوز عباد تقول ان الله. عمر منافق، ما يجوز لك. لا حول هذا ولا نفس قوة إلا بالله. احترامه الله اليوم. يقول ابو عائشه هذا المصدر يقول لك شك عمر. خلي اطلع. هذا منهاج السنه صح؟ نعم. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لك شنو هالبرنامج؟ ما تقول لي شنو شوف اخواني، هذا منهاج السنه. هذا منهاج السنه. شوف اخواني، فشك اصبعي على شكه. شوف اخواني، فشك وين؟ فشك عمر. فشك مين؟ واضح عندكم بالتيك توك اخواني؟ شويه شويه على اليمين حجي، او العكس عندك. اي بعد شوي. اي شويه شويه بعدها. لا لا، بعد من جهه المعاكسه. المعاكسه. يا المعاكسة عندي. اي شك منه عمر. شك منه ابو عائشه، من اللي شك؟ لا كلكم قولوا شك منه. عمر. شك منه. عمر. شك منه. عمر. شفتوا اخواني الان هو شو يقول لك؟ يقول لك هذول شكاكين. يقول لك انه النبي كتبه في سلامته من المرض. شو يعني سلامتي من المرض؟ يعني بس هو تستخدم تعبير. انا ليش اقول لكم غلب الوجع وما كل هاي التعابير هي المؤدى نفس الشيء. فالمريض انا الان مريض، عندي سكر واقدم برنامج وخير ان شاء الله. المرض لم يؤثر بي. ظهري يوجعني، ظهري مثل هذول هذا يقولوا ظهري يوجعني. ظهري يوجعه وعقله سليم. لكن عمر وابن تيميه يريد يضربوا لكم عقل النبي. شوف اخواني، عقل النبي الشكاكين منافقين. حتى ابو عائشه قال الشكاكين منافقين. شيل من ابن تيميه. هسه ابو عائشه يقول الشكاكين منافقين. نحن هسه يعني هي واضحه بس هم ما يتفاهموا. لانهم حاج وعد. اذا مثلا نفرض مثلا يا ابو عائشه انضرب ضربه اذا خرجوا وبعد ما يقدر يتكلم ابو عائشه. حاج وعد، اذا مثلا خرجوا بهذا الكتاب والصحابه مع بعضهم البعض سالوا قالوا ما هذا الكتاب يا عمر؟ سيقول لهم مثلا عمر هذا الكتاب كتبه رسول الله حين كان مريضا. ماذا سيقول الصحابه؟ سيقولون جميل، كتاب رائع ومن رسول الله. ما هو نوع المرض الذي كان عند رسول الله؟ سيقول لهم مثلا كان مريضا عنده مرض في البطن، رسول الله يستطيع أن يكتب. في الصدر رسول الله يستطيع أن يكتب. في الرجل رسول الله يستطيع أن يكتب. يعني في أي عضو في الجسم رسول الله يستطيع أن يملي عليهم ويكتب. يعني ما في أي مشكلة إن كان مريضا أو غير مريض. ولكن إذا كان هذا المرض يؤثر على عقله فهذه هنا ستصبح مصيبة. وإلا لا موجب للكلام أن الإنسان مريض، لأن وهو مريض هو نبي، وهو مريض هو حجة، وهو مريض كلامه مقبول. ولذلك شوف أخونا ذو الفقار، شوف النكتة. أبو أديب روح للبث الثاني حتى صعدك. شوف النكتة الثانية. والنكتة النبي صلى الله عليه وآله في شدة مرضه ثاني يوم مو اجى يخط رجلاه تخط رجلاه ونحن سلمناه الصلاة، إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. سلمناها بيد النبي ولا لا؟ نعم. النبي كان يقرأ ولا لا قرآن؟ نعم. كان يحمد الله ويتكلم صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب هو مريض وسلمناه الصلاة، ليش بالكتاب وهو بالكتاب ما قبلناه؟ والصلاة اللي هي عمود الدين سلمناها للنبي وهو مريض. يعني الصلاة عمود الدين. شوف الإرشاد. لا 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 الله، الله أكبر.
النبي لا يشاور في أمر الوحي، وحي الصلاة وحي والزكاة وحي، إنما يتشاور في هذا. وهذا الكتاب ليس من الوحي؟ ابن تيمية. وكتابة الكتاب الذي يعصم من الضلال ليس من الوحي؟ لا ليس من الوحي، ليس من الوحي. ما هو دليلك؟ ما هو دليلك؟ دليلي أن النبي ما كتبه ما كتبه لأنهم يشكون، ما كتبه لأنهم يشكون، يقول لك شيخ إسلامك. ليس هناك شك، الصحابة لم يشكوا، إنما هؤلاء المنافقين يشك يا رجل يشكون. أمامك الحديث، افتح اليوتيوب. يشكون. قول ابن تيمية كذب لما ادعى على عمر أنه شك. قول فشك عمر. نحن. هل ابن تيمية صدق عندما قال شك عمر أم كذب؟ دعوني أوجه كلام ابن تيمية سلام الله عليه، دعوني أوجه كلامه. هذا أبو عاشة يقول يشكون. أبو عاشة شوف أمامك يقول يشكون. شك عمر، شك عمر، شك عمر، شك عمر. سأشرح لك رأيه وكلامه وماذا يريد. صدق كذب أبو عاشة. ابن تيمية كلامه واضح، يقول فشك عمر رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه شكه أعوذ بالله أن المنافق، يعني ابن تيمية يقول أن عمر لا 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 ورسول الله لا يشك أن المنافقين قد يطعنون في الكتاب. يعني عمر أفقه من النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رسول الله يريد أن يدمر نفسه بنفسه، وعمر أفقه من رسول الله. رسول الله عمر يخاف من المنافقين أن يقولوا أي شيء عن هذا الكتاب، ولكن رسول الله خفي عليه، لا يهمه الأمر، يريد أن يدمر الإسلام، يدمر نفسه، يدمر الوحي، يريد أن يكتب شيء حتى يدخل المنافقين ويجدوا ثغرة في الطعن في رسول الله، ولكن عمر أفقه من رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا 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 لحظة أبو عاشة بس طلبتك رحم الله والديك وابقى وياي لفتة علمية الله يبارك. أبو عاشة قوله فقال عمر ما له، هاي الهو عائدة على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام عن النبي ولا عن المنافقين؟ لا هو التوجيه الآن توجيه كلام ابن تيمية. اللفتة التي أنا أبينها لكم أن ابن تيمية في كلامه هذا قوله فشك عمر رضي الله عنه شكه بماذا؟ ليس في النبي وليس فيما يكتب، ولكن شك من المنافقين عندما يأتوا يقولون هل هذا النبي كتبه؟ لا يا أبو عاشة يا شيخ أبو عاشة، شوف عمر ماذا قال، الله يرحم والديك. شوف عمر ماذا قال عمر فشك عمر هذا القول. الآن سؤال، هذا القول صدر من المنافقين ولا من النبي صلى الله عليه وآله؟ فشك عمر اسمع فشك عمر هذا القول من هجر الحمى. ليش المنافقين كانوا مسخنين؟ كانوا عندهم سخونة المنافقين؟ مين اللي كان عنده حمى؟ المنافق كان مسخن ولا النبي كان مسخن؟ أنت أخذت كلام ابن تيمية وقرت به. كلام ابن تيمية واضح وصريح، يقول أن عمر رضي الله عنه لم يشك في كتابة الكتاب. والله عجيب أمر هذا الشخص، الله عجيب. لكن هو شك خوف المنافقين أن يقولوا والله النبي هذا الكتاب ما نقبله، كتبه وهو مريض. وكيف النبي يكتب كتاب؟ كيف النبي يكتب كتاب وهو مريض؟ ألا يعلم رسول الله أن المنافقون سيشكون؟ يطعنون في الكتاب ويطعنون لا لحظة شيخنا النووي لا لحظة أخونا الموحد وأبو أديب واحد منكم. أولا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبنا الموحد. السلام عليكم أبو أديب. السلام عليكم. حياك الله حجينا. حياك الله.